رحم الله الشاعر الكبير العظيم ابن العراق كريم العراقي، يقول في قصيدته: ضاقت علي كأنها تابوت، لكنما يأبى الرجاء يموت. يا صاحبي إن رحت عنك مودعا، بعد الرحيل أينفع الياقوت؟ أنا أكره الشكوى وأكره ضعفها، والله يشهد أنني لصموت. لكنما سحق الزمان مشاعري، وطوى يدي بسحره هاروت. أرأيت حيا ميتا متماسكا متفائلا، وله الأماني قوت. هذا أنا، سرقت شبابي غربتي، وتنكرت لي أعين وبيوت. يا صاحبي أنا كالعراق ممزق، أنا كالعراق بلا معين غدوت. عجل فإن الصمت أخرس ضحكتي، وضيعتاه إذ الأوان يفوت. أقول الآه كي تشفي غليلي، وتجرحني وأحسبها دوائي. على جمر تسير بي الليالي، ولا نور أمامي أو ورائي. يزور الحزن قلبي دون إذن، وتمطر دون ما غيم سمائي. أنا الصمت الحريق، أنا الشحوب، أنا صبر العراق على البلاء. أنا لا أستريح على فراش، وفي جنبي هم كربلائي. تقول أراك مبتسما تغني، وكم يحتاج مثلك للبكاء، وما تدري أن بكاي صعب وأكبر من دموع كبريائي. أشرق أم أغرب أم أطير، فشعري والهموم هما السرير. وإن غنى الملوك جميل شعري، فإني ما أزال أنا الفقير. وآلافا من الأبيات أبني، وما في حوزتي بيت صغير. لو أن الشعر يتبعه ثراء، بنى قبلي فرزدق أو جرير. ملأنا الأرض أزهارا وحبا، وفي أعماقنا هم كبير. ونقضي العمر نكرانا وفقرا، وبعد الموت أعلاما نصير. ونقضي العمر نكرانا وفقرا، وبعد الموت أعلاما نصير. صاحب الأثر لا يموت، صاحب الأثر يبقى حي، وتبقى رسالته حية في قلوب الناس. رحمة الله عليك.